أصلية جزائرية، مثلا طاجين زيتون، شوربة فريك، يعني ربما يعني لماذا اخترت هذه الأطباق بالتحديد؟ اخترت هذه الأطباق لأن عندها نكهة جزائرية مميزة. يعني الأطباق الرمضانية الجزائرية معروفة أنه عندها نكهة مميزة على الأطباق اللي نقدموها في سائر الأيام الأخرى. لهذا حبيت أنه العالم يتعرف أكثر على النكهات الجزائرية التقليدية. نعم، يعني هذه الأطباق الجزائرية والخصوصية في هذه الأطباق التي شاركت بها في تحدي النكهات العرقية حول العالم، يعني هل كانت فيها تعديلات يعني خاصة بك، أم استعملت الوصفة أو الطريقة المعروفة والتقليدية؟ هي صراحة استعملت كل الوصفات التقليدية. ممكن كان هناك تعديل قليل في طريقة التقديم. حاولت أنه نعطي لمسات عصرية، لأنه ما يخفاش عليك أستاذ إبراهيم أنه لما طبق نعطوا له لمسات عصرية راح يكون عنده صدى أكبر في العالم. وربما أيضا يعني هذه من بين النقاط التي تحتسب لدى اللجان، يعني لجان المسابقة. طبعا هي شيء مهم أنه يكون الأطباق مقدمة على أساس معايير دولية، وهذه المعايير راح تعطي الطبق قيمة عالمية وتسمح له بمنافسة الأطباق العالمية الأخرى. أكيد. أنت أيضا شيف إيمان شاركتي يعني بمجموعة من الحلويات على حساب يعني وش أنا نشوفه في الصور يعني والفيديوهات، يعني ما هي الحلويات التي شاركتي بها الجزائرية؟ أكيد يعني الحلويات اللي شاركتي بها في هذه المسابقة. الحلويات الجزائرية اللي شاركت فيها كانت حلوة العرايش وحلوة خبز الباي. كذلك عملت دقلة نور المحشية باللوز وعملت خبز الباي. نعم، وهي حلويات أيضا أصلية ويعني جزائرية بامتياز. طبعا كل الحلويات اللي شاركت بها حرصت انه لازم تكون كذلك. اللجنه كانت راح تحاسبني لو كان نشارك باطباق تكون غير جزائريه، لانه كما قلت لك سبقت وقلت لك انه الالتزام باصاله الطبق امر مهم في النقاش. نعم، يعني أخيرا يعني في رأيك شيف إيمان، يعني ما هو السر يعني في اليوم يعني نشاهد المأكولات الجزائرية والأطباق الجزائرية وحتى الحلويات الجزائرية تحتل المراتب العالمية في العديد من المسابقات، يعني في رأيك ما هو السر يعني في الأطباق الجزائرية؟ السر في ذلك هو أن المطبخ الجزائري فيه نكهات غير موجودة في دول أخرى، وعندنا تنوع كبير في الأطباق الجزائرية. كذلك هذا الشيء خلى المطبخ الجزائري الآن يدخل في منافسة الأطباق العالمية الأخرى. شكرا لك شيف إيمان. وبلغت الجزائر المرتبة الأولى عربياً والثانية إفريقياً كأحسن مطبخ في العالم لسنة 2024. أما عالمياً فكان ترتيبها 21. المطبخ الجزائري لا يزال يحتل الصدارة بتنوع موروثاته، ويعتبر هذا التصنيف مرجعاً عالمياً في عالم النكهات، ويعكس مكانة الجزائر المتميزة في قلوب عشاق الطعام، مما يعزز من سمعتها كمركز ثقافي. حاسدك تقتله بالنجاحات. الحاسد تاعك اللي يحسد فيك اقتله بالنجاحات، زيد له نجاح بر نجاح حتى يعيا يقول لي يلهث وحده يعاود يولي. ولذلك يقولوا باختصار يعني باش نروحوا لموضوع اخر، يقول الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإنك قاتله، فإن النار تأكل فإن النار تأكل بعضها، فإن الحاسد يأكل بعضه إن لم يجد ما يأكله.